لحظة واحدة، قرار واحد قد يغير تاريخ بطولة بأكملها. في ربع نهائي ناري ببطولة يورو 2024 وبين عملاقين كرويين لم يتدخل ال VAR. في هذا الفيديو نكشف لكم تفاصيل اعتراف يويفا المتأخر، ونحلل اللقطة التي حرمت ألمانيا من ركلة جزاء حاسمة أمام إسبانيا التي توجت لاحقا. الحديث هنا يدور عن المباراة التي جمعت ألمانيا المضيفة بإسبانيا، والتي أقيمت في يونيو من العام الماضي ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا يورو 2024. وسيعود الجدل ليشتعل من جديد بعد الاعتراف الرسمي. الكرة كانت مع المنتخب الألماني، ووصلت إلى النجم الشاب جمال موسيالا داخل منطقة الجزاء الإسبانية. سدد، لكن قرار حكم الساحة الإنجليزي أنتوني تايلور كان صادما للجماهير الألمانية. المساعد ال VAR في تلك اللحظة، رغم وضوح اللقطة، لم يتدخل الحكم المسؤول عن الفار ستيوارت أتويل لتنبيه الحكم تايلور بمراجعة اللقطة على الشاشة الجانبية. فوفقا لفرانس بيرس، أكدت لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي خلال مشاوراتها الدورية مع الحكام الأوروبيين أن اللقطة كانت تستوجب بالفعل احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح المنتخب الألماني. تأثير هذا الخطأ كان مباشرا وفادحا، فبعد فترة وجيزة جدا من هذه اللقطة المثيرة للجدل، تمكن المنتخب الإسباني من تسجيل هدف الفوز عن طريق اللاعب ميكل ميرينو ليحسم نتيجة المباراة لصالحه بنتيجة 2-1، ويتأهل على حساب ألمانيا إلى الدور نصف النهائي. وصلت إسبانيا مسيرتها القوية في البطولة بعد ذلك، وتمكنت من تجاوز المنافسين لتصل إلى المباراة النهائية وتتوج بلقب يورو 2024 على حساب المنتخب الإنجليزي. هذا الاعتراف المتأخر من يويفا يسلط الضوء مجددا على اللحظات الفارقة في كرة القدم، وكيف يمكن لقرار تحكيم واحد، سواء كان صائبا أم خاطئا، أن يؤثر ليس فقط على نتيجة مباراة واحدة، بل على مسار بطولة بأكملها. أذن اعتراف رسمي من يوفا يؤكد أن ألماني حرمت من ركلة جزاء حاسمة أمام إسبانيا في الطريق نحو لقب يورو 2024 خطأ كلف غاليا، ويثبت أن حتى مع وجود تقنية ال VAR لا يزال التحكيم يحمل جزءا من الأخطاء البشرية التي قد تغير مسار التاريخ. ما هو رأيكم في هذا الاعتراف؟ وهل تعتقدون أن الخطأ كان متعمدا أم مجرد خطأ تقديري؟ وهل أثر بالفعل على تتويج إسبانيا باللقب؟ شاركوا بآرائكم وتوقعاتكم في قسم التعليقات 3 أسفل الفيديو. رأيكم يهمنا جدا في تحليل مثل هذه اللحظات الجدلية.